انا جايه اقول لكم النهارده ان معلقه واحده من هريسه الفلفل الاحمر دي بتغير طعم الاكل خالص. ما بستغناش عنها ابدا، ودايما بتكون عندي في التلاجة. اول ما البطرمان يخلص بعمل غيره. وفي الموسم بتاع الفلفل الاحمر لما يكون كتير في السوق بخزن منه كميه كبيره. تعالوا النهارده اوريكم بعمله ازاي، وبيقعد معاكي في التلاجة مده كبيره وما بيحصلوش اي حاجه. بجيب الفلفل وبغسله كويس ولازم ينشف تماما. لازم الفلفل يكون معلهوش ولا نقطة مية. تسيبيه لما ينشف وتحطيه في الكبة وتفرميه. بنفرمه في الكبة، ما بنحطش عليه اي حاجة، لانك لو حطيتي ملح في الكبة بيطلع عصير، بيطلع مية. فانا ببتدي احط الملح بعد ما افرمه في الكبة. بحط بقى معلقة كبيرة من الملح، وعليها 3 4 معالق كده من الزيت. وهو ده اللي بيحفظ معايا الفلفل مدة طويلة جوه التلاجة. هقلبه بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. واجيب بطرمان نضيف وناشف ومتعقم. طبعا بعقم البطرمان ازاي؟ بعد ما بغسله بحطه في الفرن او في الميكروويف. وبشغل عليه الحرارة لغاية ما ينشف تماما واتأكد ان هو جاف جدا من جوه. بعد ما بفضيه في البطرمان بحط على وشه شوية زيت، ويفضل بقى معاكي في التلاجة تاخدي منه معلقة على كل الاكلات.